تاني تقنية وهي التقنيات الانفعالية Emotional Techniques. أليس هنا قالك إن أنت أول حاجة تعملها حاجة اسمها التخيلات الانفعالية، ودي أقوى نقطة أليس اتكلم عنها في التقنيات الانفعالية، وهي عبارة عن إنك بتبدأ تتخيل الموقف أو الحدث الضاغط. يعني مثلا على مريض السوشيال انكزايتي الرهاب الاجتماعي، يبدأ يتخيل الموقف الضاغط اللي هو إيه، اللي هو يكون موجود في جمهور من الناس. يعني مثلا يبدأ يتخيل إن هو قاعد في وسط ميتنج والمفروض إن هو يدي فيه قرار. ده تخيل الموقف الحدث الضاغط. ياخدنا للنقطة التانية في التقنية وهي التفريغ الانفعالي أو الرصد، إن هو يبدأ يرصد مشاعره اللي هو بيحس بيها في الوقت ده. بيحس أنا بحس بإيه ساعة ما أكون في الموقف ده، هو بيمثل. فتخيل الموقف، يبدأ يكتب المشاعر بتاعته أو يلاحظها. أنا مثلا بحس بالخوف، بالتردد، بالقلق، إني مش مرتاح، حاسس بعرق، برودة في الأطراف اللي هي أعراض القلق. يبدأ يكتب كل ده ويبدأ يفرغ انفعالي، يبدأ يعمل تنفس عميق علشان يهدى. ولو انت عايز تعرف ازاي تعمل التنفس العميق تقدر ترجع بالفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عنه. فبالتالي هيبدأ ياخدنا للنقطة الثالثة وأهم نقطة فيهم، وهي اللعب التمثيلي. إن هو يبدأ يمثل دور الواثق في نفسه، يشوف المشاعر اللي هو كتبها كلها والمشاعر السلبية الناتجة عن الحدث الضاغط اللي هو كان بيحصل نتيجته، اللي هو ايه، اللي هو انا قاعد في وسط اجتماع والمفروض ان انا ادي قرار، فالمشاعر 1 2 3 4. يبدأ يمثل دور عكس المشاعر دي. مثلا انا بتهته في الكلام، يبدأ يمثل دور ان هو بيتكلم بثقة، هدوء، ياخد انفاسه. يبدأ يمثل زي الممثل بالظبط، بيقعد يمثل الدور ويعيده في كذا بروفا على حد ما يتقن الدور وتحس ان هو شخصيته دي. فانت هتبدأ تعمل كده. اول حاجة تتخيل الحدث الضاغط اللي بيسبب لك ضغط. تاني حاجة تكتب كل مشاعرك وترصدها، كل المشاعر السلبية والافكار اللي في دماغك، وتبدأ تحاول تخرجها وتعمل تنفس عميق علشان تهدى وتعرف تسيطر على نفسك وعلى مشاعرك. تالت حاجة ان انت تبدأ تمثل عكس المشاعر اللي انت كتبتها دي علشان تتقن الدور، وبالتالي تقدر تعدل الجزء ده من شخصيتك. ودي كانت ببساطة التقنية الانفعالية في نظرية الاتجاه العقلاني الانفعالي بتاعت ألبرت أليس. انتظروا الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن آخر تقنية، وهي التقنية السلوكية اللي هي بقى عبارة عن السلوكيات والتصرفات الفعلية. فانتظرونا بإذن الله الفيديو الجاي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده وتشوف الفيديو اللي فات.